ازيك يا عم؟ سيبنا نشتغل بقى. مسمار الهواء القديم. في الفيديو اللي فات احنا عملنا صيانة للفرامل وغيرنا الزيت وعملنا رجلاش للفرامل اللي ورا. وحصل حاجة غريبة شوية. بعد ما سقط العربية كام يوم لقيت ان الفرامل ضايعة خالص. كده انا بدوس على الفرامل مفيش فرامل خالص. العربية ما بتقفش خالص، ما بتمسكش فرامل بأي شكل من الأشكال. مهما تدوس العربية أصلا ما بتقفش، ما بتمسكش فرامل خالص. خلينا نشوف المشكلة دي سببها ايه. ازيك؟ دلوقتي خلينا نفتح الكبوت وهنبتدي نبص على الزيت. ما فيهاش زيت خالص. شوية الزيت الصغيرين دول ما بيعملوش اي حاجة، ما بيوصلوش للماستر اصلا. فغالبا كده احنا عندنا تسريب في واحد من الاربع كاوتشات او في خرطوم بيسرب زيت. فاحنا هنلف على العربية كلها ونشوف في اي تسريب جاي من تحت ولا لا. هنا مسمار الهواء سليم ما بيطلعش زيت، والخراطيم كلها سليمة مفيهاش اي مشكلة. ممكن نلف الكاوتش برضه عشان نعرف نبص احسن. مفيش تسريب من الخرطوم ده او من المسمار ده. ماستر برضه من بره شكله كله ناشف مفيهوش اي مشكلة. هنبص على الجنب التاني، نفس الكلام، المسمار ده ناشف مفيهوش اي زيت، والخرطوم ده برضه. ونبص برضه على الخرطوم كله نشوف في اي تسريب زيت ولا لا. والمنطقة هنا كلها ناشفة مفيهاش زيت خالص. كده احنا عندنا الجنب ده والجنب التاني قدام كويسين. نرجع بقى على الفرامل اللي ورا. والجنب ده برضه ناشف، بس انا ما بصيتش عليه قوي. ليه بقى؟ عشان وانا ببص من تحت لقيت المنظر ده جاي من الكاوتش التاني. شايفينه؟ تعالى بقى نروح للجنب التاني عشان شكل ده هو المشكلة. ده شكله كده ايه المشكلة. عايزين نتأكد انه زيت فرامل، بس هو بنسبة كبيرة اوي زيت فرامل، لان زيت المساعدين اكيد مش هيوصل هنا، ومفيش حاجة تاني فيها زيت هنا خالص غير الفرامل والمساعدين. والمساعدين ما عليهاش اي زيت خالص، بس حتى لو يعني المساعد سرب زيت عمره ما هيوصل للمنطقة دي. كده احنا وصلنا للمنطقة اللي فيها مشكلة او منطقة التسريب. ولو حد عنده فضول يعرف انا ليه ما فكرتش في الماستر، لان اصلا هو كان قلقني من الفيديو اللي فات، علشان الماستر ده لو بايظ الزيت مش هينقص كده خالص. الزيت هيفضل موجود زي ما هو، بس لما انا اجي ادوس التسريب اللي بيحصل بيرجع تاني للقربة او بيفوت جوه الماستر نفسه، فمفيش اي تسريب خارجي. فلو الماستر بايظ التسريب بيكون داخلي مش خارجي. فاحنا هنبتدي نفك في العجلة اللي ورا عشان نشوف المشكلة هي ايه. يا عم سيبنا نشتغل بقى. اول حاجة لازم نلبس الجلوفز بتاعنا. انت عمال تلف حوالين العربية ليه؟ هنشد الهاند بريك ونفك المسامير دي. بعدها نرفع العربية. لازم تحط حواجز على العجلة اللي قدام عشان لو حصل حاجة وفي حاجة زقت العربية ما تتحركش. انا حطيت طوبة، واحدة ورا وواحدة قدام، وبعدها تزق العربية بايدك كده حاجة بسيطة تتأكد ان هي ثابتة. تمام. نحط الكاوتش ده تحت العربية برضه عشان لو الكوريك حصل له اي مشكلة العربية تقع على الكاوتش بدل ما تقع عليك. الظاهر ان الخراطيم والمسمار سلام مفيش اي تسريب منهم خالص. هو غالبا كده تسريب من الماستر اللي جوه هنا. فاحنا هنفك المسامير دي ونطلع الطنبورة ونشوف المشكلة فين بالظبط. وطبعا اتفكوا معانا بسهولة عشان احنا لسه رابطينهم من يومين. مغرقة زيت هنا اهو في كل حتة، والماستر ده بايظ. زيت اهو، بصوا غرقان خالص كله زيت اهو، موقع زيت هنا، والناحية دي غالبا هي اللي باظت. نرش مية علشان هنا بيكون فيه البريك داست ده او برادة التيل خطر جدا على الرئة. فلما نرش عليها مية كده المية دي تاخد البرادة وتنزل بيها. برضو بالمية دي تنضف لك الزيت بتاع الفرامل، لان هو اصلا مش زيت، هو اسمه بريك فلويد يعني سائل فرامل. ده ما بيكونش زيت وبيختلط مع المية عادي. نشف بالفوطة. طريقة تغيير الماستر ده هو ان احنا بنفك المسمارين بتاعه من ورا، هو ممسوك بمسمارين، ونفك خرطوم الفرامل اللي داخله، وبعد كده بنسحبه ونركب الجديد. ده المسمار بتاع الفرامل طلع ممسوك بمسمار واحد بس مش اتنين، او هنشوف يعني. فك بلقمة 10
او بيبا تشتغل برضو، مفتاح 10 شغال. بعدها هنفك المسمار بتاع زيت الفرامل ده. خلينا نفك مسمار الهوا ده برضو عشان نسهل على نفسنا التركيب. اللي شاف الفيديو اللي فات هيكون عارف ان انا ليه بستخدم الكلابه. اتوقع انه ما ينزلش زيت عشان اصلا الزيت كله وقع. شكرا. ده مفتاح 10 عادي، غلط جدا ان انا افك بيه الخراطيم بتاعه الفرامل دي. بيكون ليها مفاتيح معينه اسمها فلير المفروض تفك بيها، بس انا مش عندي طبعا. كده احنا المفروض خلصنا شغلنا هنا، نبتدي بقى نسحب الماستر من قدام. يا رب ما نحتاج نفك التيل. ممكن ندوس على الاتنين دول ندخلهم لجوه وبعدين نشده. نفك الكسر ولا ايه؟ ده الماستر الجديد. حاولت والله اجيب له نضيف، غالبا ده نوع نضيف، بس هو المفروض بيتثبت بمسمارين فعلا، بس هو ملوش مكان غير مسمار واحد بس. دي حاجه غريبه والله. هنبص على الاتنين الجديد والقديم نتاكد ان هما زي بعض بالظبط. الحمد لله عندنا مسمار هوا جديد. نبتدي بعد كده بقى نفكه بالمفتاح. حاسسهم زي بعض. عرفت ليه هما بيبوظوه، عشان ده مفتاح 9. غالبا محدش بيبقى عنده مفتاح 9 ده ولا ايه. ونركب بقى كده. ركبناه، نربط المسامير بتاعته من ورا بقى. خد بالك وانت بتربط المسمار ده عشان ما يفوتش منك، علشان هو ايه تقيل. وانت بتربط لو حسيت ان هو تقيل في الربط وقف، ارجع تاني، بعدين اظبط المسمار كويس، خليه يخش عدل واربطه تاني. متربطش عليه جامد اوي برضو، ربط خفيف يعني. بس كده. بعد كده نركب مسمار الهواء. مش لازم تربطه للاخر علشان احنا كده كده هناخد الهواء الماستر. التورك بتاع المسمار ده 12 نيوتن متر. كده يعتبر خلصنا التغيير، ناقص لنا بس ان احنا ناخد هوا عشان الماستر ده ما فيهوش زيت دلوقتي، كله فيه هوا. فاحنا هنخرج الهوا ده وندخل مكانه زيت ونبقى خلصنا. بس يستحسن ان انت تعمل الجنبين عشان هما الاتنين عمرهم من بعض، فلما ده يبوظ فالتاني قدامه برضو يعتبر حبة قليلين ويبوظ، فالاحسن ان احنا نغيره. فتعالوا نغيره بسرعة بالعجلة، بس ايه بمسمارين كده عشان اعرف انزل العربية وارفع الجنب التاني. طب مش تفكروني بالطنبورة؟ ننزل العربية. فاكرين الكاوتش ده؟ اتغير خلاص. معرفتش افكه عشان الماستر كله بيلف، عشان احنا فكينا المسمار ده. الصح ان احنا كنا نفك ده قبل المسمار ده. انا مكسل اركبه تاني بصراحة. بس غريب، ده فيه مسمار واحد بس ملوش مكان لمسمار تاني، فغالبا ده الاصلي بتاعه والتاني ده كان متغير قبل كده ولا ايه. نرش ميه برضو. كده خلصنا الجنب ده كمان. كده ناقص لنا ان احنا ناخد هوا من ماستر الفرامل. هنبتدي ان احنا نحط زيت الاول. المره دي جبت نوع نضيف عشان المره اللي فاتت جبنا المصري، يمكن هو اصلا اللي بوظ الدنيا عندنا، وكمان كان مكتوب عليه 400 مللي وكان 200 مللي بس.
ايه ده بقى؟ دي كمان فيها 200 مللي ولا ايه؟ هو كلهم كده؟ اكيد المشكله فيا. هنبتدي نركب الخرطوم ده. لو عايز تشوف اكتر عن موضوع تغيير زيت الفرامل بالكامل شوف الفيديو اللي فات، هتلاقي الموضوع فيه شرح اكتر بكتير. طبعا الزيت طالع لونه نضيف علشان احنا لسه مغيرينه من كام يوم. المفروض ان احنا هنشوف هنا بقى هوا كتير قوي، ده اللي هو بيطلع من الماستر ده عشان جوه اصلا جوه هوا كتير. بعدها بنستنى 5 أو 10 دقايق كده. نقفل البلف كويس، واي حاجه جه عليها زيت لازم نرش عليها شويه ميه عشان ننضفها، عشان الزيت ده اصلا بياكل الطبقه بتاعه البويه دي او بتاعه الدهان. ده الجنب التاني. نفس الكلام الجنب ده. الخرطوم لو استنينا بالظبط 5 أو 10 دقايق هنلاقي الهواء كله طلع، ابتدى يطلع الزيت من هنا. ده كده نركب المسمارين بتوع الطنبورة. مسمار الهواء القديم، وده مكان الزيت القديم ونرش عليه ميه برضو. اخر حاجة نعملها نزود زيت الفرامل. لو وقع منك الزيت في اي حتة هنا كده زي ما انا عملت، كل الزيت ده وقع مني، لازم 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 تغسله بميه عشان ده بياكل المعدن او بياكل الدهان اللي على المعدن. معرفش بيعمل ايه في البلاستيك بصراحه، بس امسحه برضه احتياطي يعني. وطبعا ننشف اي حاجه فيها كهرباء زي الاسلاك دي، لازم ننشفها كويس قوي. الفيشه دي مثلا، اي حاجه فيها كهرباء لازم ننشفها، او حتى على الاقل ما ندورش العربيه خالص غير لما نتاكد ان الحاجات دي ناشفه او ما فيهاش ميه خالص. كده الفرامل تكون رجعت تاني كويسه. حاسس بالمقاومه، في الاول ما كنتش بحس خالص، كانت بتوصل للاخر وما كانش في اي حاجه بتمسك. دلوقتي الفرامل بتوقف حلو قوي. احنا كده مشكلتنا كان في الماستر اللي في الناحيه دي، الجوانات بتاعته كانت ضاربه فكان بيسرب الزيت، فكل ده بقى بيترجم عندك انت لان الدواسه بتدوس لتحت خالص ومفيش، ما بتمسكش اصلا، حتى مش بتمسك حاجه بسيطه، ما بتمسكش خالص. كده نكون خلصنا الشغل النهارده، ناقص لنا بس ان احنا نربط العجل ده. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاع النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب، ولو عندك اي اسئله سيبها لي تحت في الكومنتس. سلام.